هما غنجاوبوا هذاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي، السلام الله عليكم أينما كنتم داخل المغرب وخارجه. اليوم يا سيادي ماشي نجاوبوا هذاك اللي كيسمي راسو الدكتور العشاب، انبهرنا ب يعني بديك التحليلات ديالو حول الناموس الكوني من زعتر والنافع ومن حبة السوداء. يعني هادشي كله يعني ممكن تقبلوا هذاك الابحاث اللي كيعمل، لانه يبحث في مجاله، لا كاين مشكل. لكن حينما يتطاول على الدين هذا شيء اخر. لانه والله انا شخصيا يعني تابعته جميع الفيديوهات ديالو، كنتصنت لهم يوميا واعيد السماع ديالهم، وكنتصنت لهم يعني بكل دقة. لكن والله اجدك يا صراحة حتى ديك الدكتورة ديالك في التغذية الحقيقة ما كتستاهلهاش. لأنني يعني شنو في الختام بكل عجالة، لأن الموضوع فيه بزاف ديال المحاور. شفناك بأنك أنت أكبر كهنوت على وجه الأرض، أكبر كهنوت على وجه الأرض، بما أنك نعت أسيادك بالكهنوتية. والله جعلت نفسك في مصيبة عظيمة، فهمتي؟ لأن حينما تكلمت عن شيوخ الإسلام وهم كثر، لكن سأحدد أنا يعني غنحددوا شيخ الإسلام، وحاشا لله ديك النعوت، يعني النعوت يعني السيئة. وهنا شنو استخلص بأن القلب ديالك حقود، بأن قلبك يمتلئ بالسوداوية، يعني في العلماء الأخيار الأجلاء. أنا استغربت لما تطاول ديك اللسان ديالك السليط وديك القبح. هذيك التصويره اللي تما كاينه كتشوفوها، تصويره ديال 1000 وجه ووجه، هذيك ديال المنافقين اللي ما عندهم لا مله ولا دين. لان قبل ما يكون عندك الدين تكون المله. ما معنى المله؟ المله راهي فيها اخلاق، فيها ضمير، فيها اشياء جميله. يا ريت انك لو بقيتي في ديك التخربيق ديالك ديال التغذيه، مع الاسف بيتي كل شيء، بانك عندك 1000 وجه ووجه، the face and face، كارا and كارا، وحطيتي راسك في المستوى ديال الطبالين. شتي المستوى ديال فين حطيتي نفسك في هذا الشيء هذا. هذوك الطبال كيطبلوا كيديروا هذا، راه هو هذا انت دابا. انا عاد ساليتهم، فهمتي؟ هادو اللي كيطبلوا اللي كنا صغار تنشوفوهم، هو هذا. حطيتي راسك في هذا المستوى الرديء والله. مع ان هادشي حنا كناخذوه بالفكاهه، هذا شيء ديال الفكاهه. فانت مثل ديك ابو عكازه. عرفتي ابو عكازه وفكاهته الذي اشتهر بالفكاهه وبالحيل، وهو كان كبير المحتالين، مع انه كان محتال ظريف صاحب الالف حيله وحيله. انا هكا كنسميك ابو عكازه. اذا ملي تكلمتي عن الشيوخ جعلت قلت لك نفسك في مصيبه عظيمه. ان انت حينما قلتي على ابن تيميه وتكلمتي على اسيادك وتكلمتي عن الكهنوتيه، وانت تعرف بان الكهنوتيه مذكوره في القران، وهو التحريف والابعاد عن الحقيقه. اما ابن تيميه شيخ الاسلام فكان هو ملك الدنيا فقها وزهدا، وهو من علماء الامه، نادرا ما تجد مثله. يعني كيف تطاولت على هذا الشخص، هذا العالم، يعني العلماء من الإمام العلامة الحافظ الناقد المجتهد شيخ الإسلام،
كيف يمكن أن تتكلم ونفسي؟ كيف يعني كيف تجرأتي تكلم على هاد العالم الحكيم اللي الله سبحانه وتعالى بعثه في ديك إثر ديك الفتنة التتار والمغول. وانت كتعرف هذاك الفتنة اللي كانت ما يعني هذيك الفتنة يعني لا يمكن يعني الله سبحانه وتعالى هذيك الفتنة تعملت والله سبحانه وتعالى أوجد وبعث بعض الرجل لكي يهدنا، ولكي تكون واحد الآية كبيرة في الكون. كيف يمكن يعني أكيد أنك أنت إنسان مريض بدون أنك بعيد عن الحكمة أو بعيد عن التبصر وبعيد عن الاحترام. شيخ الإسلام حينما قذفته وحاولت تسبه يعني واحد السب يعني صعب، من الصعب يعني أن يتجرأ واحد إنسان خلوق ولو أنك ما تكونش مسلم. طبعا سترتكز على البحث، سترتكز على التدقيق. كيف يمكن لك أن تتجرأ أن تسب هذا الخلفاء، وخصوصا منهم ابن تيمية اللي قال عليه الذهبي إنه من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد، وهو الذي توفي في سجن القلعة معتقل، ثم جهز وأخرج إلى جامع البلد. يعني جميع المراحل ديال الأمة الإسلامية والأمم تكلموا عليه. يعني صراحة هنا شفت القبح ديالك، يعني هذا القبح يعني بغض النظر عن التوجه الآن اللي خديتيه، هذا قبح كبير. وهنا كنوضع واحد السؤال: لماذا وزير الأوقاف يعني ما قد كلمة؟ كيف يمكن؟ وحنا كنشوفوا بأن ملك البلاد حفظه الله ورعاه وسدد خطاه دائما في الخطب ديالو الرسمية الموجهة لشعبه العزيز يحثنا نعم بأن أن نحمي بلادنا من المخاطر. وانا كنشوف واحد القضيه، وزير الاوقاف حينما يتعلق القضيه تتعلق بالشأن الديني يعني فهو يتحرك يعني يدقق ويتحرك بسرعه. مثلا حينما كيوقف الخطباء نعم يعني ولو انه حينما يوقف الخطباء ما كيتفقش معهم بشي فكره، فكيف لهذا السيد أنا أسميك والله أنت وراء إنزال نظام عالمي جديد، وهذا النظام العالمي راه كيتم الإعداد ديالو، وأنت في هذه المسألة هذه راك انت عارف، فهمتي؟ لهذا أنا أوجه كلامي لوزير الأوقاف وتنقل عليه ما لم يتم إيقاف هذا الشخص. نعم أنا لا أعرف شنو دابا المرجعية ديالك، إن تجرأت على هذا الشيخ الإسلام، تجرأت على هذا لم يكن شيخ الإسلام فقط، إنه من المفكرين الكبار واللي عطى الإسلام معرفة، حتى أن يا سيدي الكريم بعض الفلاسفة المسلمين والفلاسفة الموسوعين واللي عندهم مؤسسة ثقافية كلهم كانوا يتكلمون على ابن تيمية، لأنه رحمه الله كان مجاهدا في علم الفكر وكان يدافع، كان يعني بحال واحد
يعني كان كيدافع على الفكر الإسلامي، ليس فقط الفكر الإسلامي بل هو كان يناهض دائما ضد تلك مذاهب الضلال، وكلفه ذلك محنا وابتلاء بالنفي والسجن والتشريد مدة 28 سنة. كيف لهذا الرجل هاد الدراسات ديالو وهاد الأبحاث ديالو راه كلفته سجنا دام 28 سنة، وهو كان الباطل في ذلك الزمان قد باض وفرخ في رؤوس أهل الأهواء ودعاة الضلال. إذا هاد انت نحنا عطاو كاع دكتور التغذية، واش يعني تسمح لنفسك أنك تتكلم على الشيخ الإسلام بهذه القدحية وهذا الاستهتار وبهذا يعني بهذا الطريقة يعني استفزازية. أضف أنك تكلمت كذلك على الشيخ الألباني وقلت بأنه لم يذهب إلى المدرسة، وهل تعرف يا جاهل بأن أبوه نوح كان من العلماء الكبار؟ هل تعرف بأن أبوه نوح أبو الشيخ الألباني كان من العلماء الكبار، وهو قرأ النحو واللغة العربية وعلم الحديث، والألباني هو الأعلم بالحديث، بل صحح لنا الأحاديث وعشرات من الأحاديث صحها ورجع الأمة إلى الصحيح والتدقيق، بل أدب الناس. فاش نقول لك يا شنو نقول لك، ما عرفتش كيفاش نعتك، ولكن سأنعتك واحد النعت اللي هو أبو جهل. انت أبو جهل عاد بقيتي من النعاس وبديتي علينا، لا انت ولا ديك المفكرة الحزب الاشتراكي الموحد ولا ديك الذين أرادوا أن دابا شنو باش كتقلبوا تريدون أن تخلقوا واحد فكر جديد، وحنا يعني شنقول لكم هيهات ثم هيهات. حنا محتاجين لتجديد الفكر الإسلامي النقي العميق اللي عنده تاريخ، ولسنا محتاجين إلى فكر جديد، فكر جهل الجاهلية. وهذا تنقول لك راه الناس جاوبوك، راه تبارك الله الشيوخ المغرب جاوبوك، منهم مصطفى القصير ومنهم كذلك الشيخ حمزة الخالدي والشيخ علي البخاري، واللائحة طويلة. يعني والله انت جعلتي نفسك في مصيبة عظيمة وفي واحد يعني واحد المكانة لا تحسد عليها. يعني شنقول لك، دابا اللي بغيت نقول لك واحد القضيه، على الاقل تكلم هي بداك الشيء اللي كتفهم انت، يعني اللي اختصاص ديالك. اما الدين فهو بعيد، كل البعد عليك والله بعيد. هل تعرف بان كبار الفلاسفه وخصوصا منهم المصريين، نعم، كالفيلسوف عبد الرحمن بدوي رحمه الله عليه، فإنه تكلم هذا الفيلسوف الموسوعي والمؤسس الثقافي عبد الرحمن البدوي، فإنه ترجم، يعني تكلم في كل شيء، وتكلم كذلك يعني تخطى نظراؤه من الإعلام العرب والمعاصرين في إنتاجه العلمي الضخم الذي تجاوز 120 كتابا في المبتكرات والدراسات الإسلامية. وحاول تقرأ هذا السيد عبد الرحمن البدوي رحمة الله عليه، فهمتيني؟ هذا السيد يا سيدي إنه كان هاد العلوم ديالو وهاد الترجمات ديالو دار، فإنه في الأخير تمتع صاحبه بالإنسان الكامل في الإسلام، فهمتي، التي أصبغت عليه صفة الفيلسوف الإشكالي. وسيلقى للسي عبد الرحمن البدوي رحمة الله عليه، والذي أثبت للعالم بأن الإسلام شامخ وما كاينش إلا الإسلام ولا غير الإسلام، فهمتيني؟ يعني هذا الشيخ البدوي كان من الفلاسفة الكبار،
ونقول لك كذلك هناك أسماء كثيرة 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 كثيرة، منها غنذكر لك مثلا منها زكي الفيلسوف والكاتب زكي نجم محمود، والسيد قطب، خالد محمد خالد، محمد عمارة، مصطفى محمود، محمد عابد الجابري. فهمتوني؟ هي القائمة كبيرة. هاد الناس كانوا يبحثون وكانوا كيديروا بحال التنقيب، وكيجي الفايد جهل الجاهلية ويتكلم عن شيوخ الإسلام ويتكلم عن أسياده طبعا بجهل وجاهلية. إذا ابحث شوية وغسل فمك بالسمن والعسل قبل أن تتكلم عن أسيادك، فأنت بالفعل قالوا عليك بأنك دندول أريج، أريج تسع. إذا سيدي الكريم، فمعذرة إذا قلنا بأنك تتسم بجهل الجاهلية، وحاول تقرأ، خصوصا حاول تعرف بأن الإسلام عاش شامخا وجب